السلام عليكم الأحباب، كي راكم؟ غاية لاباس؟ إن شاء الله تكونوا بخير. شكون اللي ما يعرفش الإعلامي خالد ياسين؟ اللي هو راه متقاعد وكان يعمل في قناة بين سبور. الإعلامي هذا خالد ياسين أطلق واحد القنبلة من عيار ثقيل على الفساد بطريقة غير مباشرة، واللي هو يقصد في لقجع سير، يقصد في لقجع. التعليقات كي دار كي خرج بهذه الخرجة. التعليقات كانت كاين اللي جا معاه، كاين اللي ما جاش معاه، كاين اللي ناقده، كاين اللي رده خاين، كاين كل واحد آه، كيعلق. المهم نخليكم مع هذا الفيديو باش تشوفوا هذه القنبله هذه اللي دارها هذا خالد ياسين، كانت عنده الشجاعه باش قالها. نخليكم مع الفيديو. خاصة به رحنا المنتخب الوحيد في العالم اللي كنستقبله في فرق في افريقيا، ونذهب عند فرق في افريقيا في بلدنا في مدننا. السؤال: هل اكادير مدينه تابعه للوسوطو؟ لا، هذه مدينه مغربيه. ولماذا انا غادي نمشي عند لوسوطو في اكادير؟ ولماذا مع النيجر غادي نلعب معاه في المغرب؟ ولماذا الكونغو لعبت معاه في المغرب؟ ولماذا في تصفيات كاس العالم ايام وحيد خليلوزيتش لعبنا كل المباريات في المغرب؟ راه شيء لا يمكن ان يقبله عقل. وقلت: ابتعدوا عن الشبهات، ابتعدوا عن كل ما من شأنه ان يسيء الى سمعة المملكة. هناك قواعد معروفة في العالم. كنلعب مباراة الذهاب عندي، كنمشي نلعب عندك مباراة الإياب. إذا ما عندكش ملعب، اختار انت ملعب آخر من غير ملاعبي أنا في المغرب، نمشي نلعب معك في ملعب محايد كما فعلت غامبيا مع تونس. لماذا هذا الامتياز يأخذه المنتخب المغربي؟ على أي أساس؟ على أي أساس قانوني وأخلاقي؟ راه أخلاقيا لا يجوز، راه يسيء لنا. كان فتحوا الباب على مصراعي ليفهم الناس ويؤول الناس على أن هناك شيء ما يحصل. لماذا المنتخب المغربي هو الوحيد الذي يستقبل ويلعب مباريات الإياب في ملعبه، يلعب ذهابا وإيابا في ملعبه؟ لو كانت الدورة مجمعات كما سيكون الحال في كأس أفريقيا غادي يلعب كل المباريات هنا. ولكن أن يلعب في تصفيات مبدأها تكافؤ الفرص. أنا غنطرح السؤال بطريقة أخرى. نتخيل مثلا المنتخب المغربي كل المباريات كيلعبوا على برا، ما كيلعب ولا مباراة في الداخل، هل يجوز؟ لا. ولذلك احنا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأشياء لكي نفوز في مباراة أو نتأهل. لذلك خلونا أن يكون التأهل تأهل نظيف، ألا تحوم حوله الشبهات أو التأويلات أو التفسيرات. يا أخي معروفة في العالم كله، ذهاب وإياب. ألعب عندك وتلعب عندي، ولكن لا تلعب عندي دائما. حتى ولو رغبت أنت، ولو تطلب بملتمس أنا أريد أن ألعب في المغرب، نقول لك لا، ابحث عن ملعب آخر على أي حال. ولكن من يقول بأن الجانب الإيجابي فيها هو أنها كنلعبوا أمام جمهورنا إلى آخره، رغم أنني أنا متأكد وأقولها أن الجمهور لا يسجل أهداف. جيب لي 20,000 متفرج، 100,000 متفرج، لن يستطيعوا تسجيل هدف، والأدلة كثيرة جدا. المنتخب البرازيلي في عقر داره هو الملعب مملوء عن آخره، خسر ب7-1، وهذه أمور واضحة جدا. الجمهور لا يسجل أهداف. بقي الآن أن هذه المرحلة طويت. الشهر القادم أنا سعدت كثيرا بأننا سنلعب في وجدة، وعودوا إلى كثير من الفيديوهات. قلت وضربت مثال المنتخب الإسباني، وقلت المنتخب الإسباني يلعب في كل المدن لسبب بسيط، هو أن المنتخب الوطني هو ملك لكل المواطنين. ما يمكنش نلعب أنا في واحد المدينة دائما. هذاك المنتخب ما كيهموش
كم يكسب في الحضور الجماهيري. ما يريده هو أن يكون قريبا من الجمهور. وأعطيت مثال بأن منتخب إسبانيا كيلعب في لاكورونيا ب 38 ألف متفرج، كيلعب في لوغرونيو بشي 27 ألف متفرج، كيلعب في إيركوليس، كيلعب في أليكانتي. ليس بالضرورة أنه سيلعب. أعتقد آخر مباراة لعبها في سانتياغو برنابيو تعود إلى 11 سنة أو 13 سنة. كيلعب في كارتوها في إشبيليا. لذلك أريد أن أرى المنتخب المغربي يلعب في وجدة، يلعب في جديدة إذا أتيحت بالطبع وهيئنا الملاعب، يلعب في بني ملال، يلعب في مكناس، يلعب في تطوان، يلعب. لأن في نهاية المطاف هو منتخب كل المغاربة وليس منتخب مدينة معينة. واحد الوقت كان فقط الرباط. المنتخب يجب أن يكون قريب من نبض الشارع وينتقل إلى تلك المدن الصغيرة والملاعب الصغيرة. لا يهم أن يقول لك فيها 15 ألف متفرج، أنا لا يهمني هذا الشيء. ما يهمني هو أن هذا المنتخب يكون للمغاربة جميعا. نتمنى إن شاء الله في شهر أكتوبر أن يقوم وليد ركراكي بالقراءة الجيدة لهاتين المباراتين وأن يخرج بالخلاصة الموضوعية، لأن توقف أكتوبر ونوفمبر هما آخر توقفين، لأن سنلعب تصفيات كأس أفريقيا ولا يهمنا التأهل، احنا مؤهلين. من بعد غيجيك شهر مارس تحتاج لكي تؤمن بطاقة المونديال. حتى وإن قلتها لكم أنا كل المباريات أو جل المباريات مباراتان فقط سنلعبها خارج القواعد من أصل 8 مباريات. نتخيلوا احنا لاعبين 6 مباريات في المغرب وجوج على برا، واحدة فزنا فيها أمام المنتخب التنزاني كانت أولاها، بقت مباراة أمام زامبيا، البقية كلها غتكون في المغرب. رغم أن البطاقة سهلة إلا أن هامش التجريب والمناورة يكون صعب، وهو سيجد لك الكثير من المبررات. يقول لك هذه مباراة رسمية، أحتاج إلى 3 نقاط، أحتاج إلى التأهل، يجب أن أضمن التأهل. في حين أن مباراة الغابون واللوسوتو والمباريات القادمة خاصة الشهر القادم أمام جمهورية أفريقيا الوسطى ستلعب المباراتان في وجدة ذهابا وإيابا، ولذلك